مساء الخير. من الغد وحتى الاثنين المقبل قد تتراوح درجات الحرارة بين 42 و 46 درجة بزاغورة، الرشيدية، بطاطا، الصزاق وكذلك بأوسرد. وغدا صباحا سحب منخفضة وضباب سيهم السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وسماء صافية بباقي أرجاء البلاد. غدا بعد الزوال ستنزل بعض القطرات مطرية رعدية على الأطلس المتوسط والجهات المجاورة وجنوب منطقة الشرق، وبعض الغيوم مرتقبة بالأطلس الكبير والجنوب الشرقي، وستهب رياح نسبيا قوية على الجنوب وجنوب منطقة الشرق. درجات الحرارة غدا صباحا ستصل ل 17 درجة بإفران، 20 بوجدة وبفاس، 21 بالمدينة الحمراء مراكش، و20 درجة مرتقبة بالسمارة. غدا بعد الزوال ستسجل 42 درجة بالرشيدية، 40 بورزازات، 41 بالمدينة الحمراء مراكش، 28 بأكادير، 27 بالصويرة، و25 درجة متوقعة بمدينة الداخلة. ماذا عن طقس الأيام المقبلة؟ يوم الأحد سيكون طقس حار بالجنوب الشرقي وبالمناطق الداخلية وبمنطقة الشرق، وأيضا بداخل الأقاليم الصحراوية، كما ستنزل قطرات مطرية رعدية على شرق الأطلسين الكبير والمتوسط، وأيضا بشمال السفوح الجنوبية الشرقية وجنوب منطقة الشرق، وأيضا بأقصى جنوب البلاد. يوم الاثنين ستظهر سحب منخفضة كثيفة وضباب قرب السواحل، وستنمو بعض السحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس. هو غير مكلف وصديق للبيئة، وينبع من تقليد عمره قرون باليابان، شي موجو، وهو سماد مصدره بشري. واضح الإقبال عليه كبيرا بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا لارتفاع أسعار البدائل الكيماوية، وكان استخدام الفضلات البشرية لتخصيب المحاصيل شائعا في الأرخبيل كما هو الحال في البلدان الأخرى، لكن تعميم شبكات الصرف الصحي والأسمدة الكيماوية جعل هذه الممارسة غير صالحة للاستخدام. ومنذ حوالي 10 سنوات بدأت محطات معالجة مياه الصرف الصحي اليابانية في التفكير في إحياء هذا النظام في مواجهة مشكلة التخلص من مخلفات الصرف الصحي، وهي عملية مكلفة وقد تكون أحيانا ضارة بالبيئة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الطقس. دمتم في حفظ الله ورعايته.